السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بص بقى كده، انا بادئه معاكم الروتين على طول من غير اي مقدمات، لان بجد بجد الصلاة كان منظرها رهيب. كنت عايزة بصراحة اشيل الفرش اللي هو الركنة، والسجادة كانت عايزة بقى تنفيضة حلوة كده محترمة. وقلت ايه كده، هخرجها بره الركنة كده خالص، من يعني اشيلها من تحت الركنة واديها كنسة حلوة جدا بالمكنسة والفها كده واشيلها خالص، عشان ايه؟ افوق للصالة. يلا كده ما تحمسي معايا وقومي كده تشجعي وخلصي كل اللي وراكي، ولو عندك كده اي تنظيفات عميقة كده قبل رمضان يلا كده سمي كده وشمري وابدأي فيها، لان خلاص الوقت بيجري. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب كده يبلغنا رمضان كده يا رب واحنا في احسن حال، ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى كده نصلي على الرسول ونبدأ كده ونشوف الروتين بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، انا عندي المنظر هنا كان رهيب. الجو معرفش هو التراب ولا كان فيه ايه، فقلت لا هتشجع كده معاكم وهفتح الكاميرا واقوم اشوف كده اللي ورايا. وكان عندي اصلا ممبار برضو كده، كنت حاشية ممبار وقلت يعني ايه هسوي الباقي. يعني كنت سويت حبة وقعد حبة وقلت تمام الحمد لله، وكانت بنتي مساعداني فيه بصراحة، فسهلت عليا كتير. ربنا يبارك لها يا رب ويحفظها يا رب ويحفظ اخواتها ويحفظ لكم اولادكم جميعا، ويرزق كل مشتاق بما يشتاء، اللهم امين يا رب العالمين. فهنا بقى بدأت اعمل ايه، بعد ما خلصت السجادة كده ولفتها وركنتها بقى بره على السلم خالص. بدأت أشيل بقى كده فرش الركنة. أنا طبعا هرجع أفرشه تاني برضو قبل رمضان، لأن هتشوفوا معايا فرش رمضان هيبقى مختلف، يعني مش هيبقى هو ده. إنما الستارة وبرضو هشيل الستارة. بصوا أنا عايزة أقول لكم إن الستارة أنا كنت فاكرة إن شكلها نظيف، أنا وأنا بشيلها حسيت إن ريحة التراب يعني قفل صدري خالص. يعني قلت طب دي وشكلها حاسه ان هي نظيفه، امال الباقي هيبقى عامل ازاي؟ فبجد لا، الحقي نفسك كده وقومي وما تقوليش الدنيا نظيفه. بجد خديها مني بجد كلمه، انا كنت فاكره كده. من ايدي على طول في الشقه وبكنس على طول بالمكنسه وبنفض وبعمل. لا، لما تشيلي بجد وتعملي الحاجه كده بنظافه كده جامده وتدي الحاجه كده تنظيفه عميقه، بجد بتفرق. هتلاقي الدنيا كأنك مش حاطه ايدك في الحاجه، انا مش عارفه سبحان الله يعني. قلت بقى هنا بقى هشيل الستارة برضو بالمرة كده، عشان يعني ايه ممكن احتمال دي اللي تتفرش ان شاء الله ان شاء الله معايا في رمضان. يعني اذا كنا من اهل الدنيا وربنا كتب لنا العمر هتبقى دي بتاعت رمضان. فقلت طبعا هشيلها، بس طبعا لما تبقى الستارة ويبقى الفرش بتاع الركنة هيبقى لازم احط الغسالة العادية بحيث ان انا اخد كله، لان الستارة انا ما بحبش اغسلها في الاوتوماتيك قوي عشان بتبقى مكرمشة وبرجع يعني اللي هو اكويها وكده. فلا، العادية بصراحة بنشرها كده زي ما هي، حتى مش بعصر في الاوتوماتيك بحيث تبقى مفرودة معايا. بصوا بتبقى زي المكوية واحلى. فهفضل برضو ايه، يعني ان شاء الله كده على بكرة او حاجة، ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكتب لنا العمر، هحط الغسالة كده العادية والم كله بقى، يعني بشنط المدارس بقى وكله. يعني الحق كده ايه تنشطي وتشجعي وخلصي برضو كده شنط المدارس. طبعا الترم التاني بتبقى لازم تديها غسلة حلوة بحيث ان هي برضو ايه يعني يروحوا بيها كده، طبعا تبقى نظيفة وجميلة، ان احنا عارفين ان هي بتبقى متبهدلة. وانا بصراحة برضو بغيب كده في نص الترم كده وهم فيه برضو برجع اغسلها، ممكن اغسلها مرتين ولا حاجة في الترم على حسب ما بتتبهدل معاهم. ما اتبهدلتش وتمام وشغالة خلاص، عشان كتر الغسيل بيبوظ الحاجات دي. الا لو هتجيبي جديد وعندك مقدرة فتمام خلاص هتجيبي الترم التاني جديد ده تمام. انما لو تمام هيروحوا بدي فاغسلي كده ولمي حاجتهم وظبطيها وشيليها عشان تفوقي لتنظيفات رمضان. طبعا انا عايزه اقول لكم برضو بدات اللي هو في المشتروات بتاعه رمضان، كل سنه وانتم طيبين. نزلت وفرجت برضو وصورت برضو وانا بشتري كده برضو، ان شاء الله ان شاء الله تنزل لكم عن قريب. يعني هحاول كده ان شاء الله اظبط كده الفيديوهات بس واظبطها ان شاء الله واوريها لكم. لا بجد الحاجات جميله تحفه، ومش لازم تجيبي حاجات اوفر قوي وحاجات جامده وبتاع، لا خليكي في الحاجات الهاديه الرأي على قد امكانياتك. عندك امكانيات تجيبي هاتي اللي نفسك فيه وظبطي دنيتك وحياتك،
وحسسي نفسك وبيتك وعيالك وجوزك برمضان وببهجة رمضان. امكانياتك على قد شويه، حاولي على قد ما تقدري. انتوا انا اصلا من الاول قلت لكم من فتره حاولوا تعملوا، كنت على طول اقول لكم يعني تعملي اللي هو بطرمان مش حصاله، وظبطي كده يعني الدنيا كده، حتى لو 5 جنيه 10 20، قلتلك حتى لو 2 جنيه حطيهم في البطرمان ده، مش لازم الحصاله، فلوس الحصاله حطيها في البطرمان. فلو تفتكروا كلامي ده، انا قلت لكم يعني حاولوا تظبطوا امكانياتكم كده بحيث انك تجيبي اللي نفسك فيه في رمضان. حطي هدف قدامك بحيث ان انت ما تصرفيش الفلوس كده وخلاص، لان لما يبقى عندك هدف هتعرفي تصرفي فلوسك صح، يعني تحوشي فلوسك وتعبتي فيها تصرفيها صح. ما تجيش بعد ما تصرفيها تقولي ده انا كان نفسي في كذا وكنت عايزه كذا. حطي هدف قدامك. ودلوقتي تلحقي برضو، لسه قدامك شهر شعبان تلحقي. يعني انا بقولك حتى لو فرعين زينة والله هتبسطك وتبسط العيال وتبسط جوزك. لو طقم كوبايات جديد، يعني اي حاجة بسيطة جدا بتبسط وبتفرح وبتدي بهجة. هو رمضان شهر بصوا كله فرحة. فحاولي كده على قد ما تقدري كده ظبطي نفسك وظبطي امورك، عشان برضو ايه تظبطي بيتك كده باي حاجة حتى لو بسيطة تفرحك وتفرح ايه اهل بيتك. انا هنا بقى عملت ايه. بعد ما شلت الستارة وبرضو وشلت اللي هي الكوبش بتاعتها اللي هي بتتعلق فيها دي، شلتها وخلاص كده ظبطت الدنيا. يعني كنت بصراحة بعمل حاجات برضو كده من ورا الكاميرا عشان ما اطولش عليكم. ورحت ماسكة بقى على الركنة كده زقتها، وكل شوية ازق حتة اكنس وامسح بالمرة عشان لما اجي ارجع الركنة ما اقعدش ايه ازق وارجع. كنت الاول بعمل ايه، اقول اكنس الصالة كلها، اجي اكنسها الاقي نفسي اقعد ازق في الركنه يمين وارجع ارجعها تاني وارجع ازق تاني، فكده بصراحه بتريح جدا. وجبت برضو هنا الحته اللي هي ما بين الارج والصاله كده عند دخلة اوضه الاطفال كده ناحيه النيش، جبتها كده معايا بالمره. يعني ايه بحيث بقى الدنيا كلها تبقى نظيفه. انتوا طبعا شفتوا الفيديو بتاع الارج كان عاجبكم جدا. فالحمد لله الحمد لله يا رب فضل ونعمه. فقلت طبعا كان نضيف معايا، فقلت اخد بقى الصالة كده وامسحها مسحة حلوة واظبطها وانضفها واغير كده فرش الركنة، وان شاء الله هغسله وارجعه تاني بحيث لما اجي اشيله على رمضان كده الركنة تبقى باينة عليها. مع ان بصراحة الركنة عايزة غسلة محترمة، بس انا بخاف في الشتاء اجي ناحيتها. انا عندي بقى مشكلة في الحيطة لو خدتوا بالكم كده وانا كنت زقة الركنة، مش عارفة الرطوبة فظيعة. قلت لكم عليها قبل كده يا جماعة، اللي يلاقي لها حل الله يبارك لكم يقول لي، عشان انا تعبت منها. المشكلة ان هي زايدة قوي اليومين دول. انا اتخضيت لما زقيت الركنة، لا الرطوبة جامدة قوي. انا بمجرد ما لو خدتوا بالكم ما عملت بالمقشة يعني بيقع منها كتير. فمش عارفة في ايه، مش اول مرة ادهن الصالة. يعني انتوا لو خدتوا بالكم بصوا السقف لونه اللي هو الاخضر الفاتح، وكانت حيطة اخضر غامق، يعني كان الوان. وعملته بعد كده لونته بيج في بني، وبعد كده دلوقتي الرصاصي. فعايزة اقول لكم بجد بيضتها كذا مرة ومفيش حاجة نافعة فيها خالص. واخر مرة جبت لها مادة اللي هي عازل بين اللي هو الحيطة والدهان، كانت اغلى من الدهان نفسه، ومع ذلك ما عملتش اي حاجة. فالحمد لله. يعني مش عارفة بقى الموضوع ايه، والمنظر صعب جدا. وخايفة الزق ورق اللي هو الورق الحجري عليها، يعني تأثر على الحيطة او تكتم الحيطة اكتر. فربنا يسترها. يعني يا ريت اللي عنده حل للموضوع ده يقول لي، لان بجد الموضوع مضايقني جدا، منظر الحيطة رهيب. وهنا بقى كنت خلاص بقى خلصت الحمد لله، واستنيتها كده لما نشفت حلو قوي، وعلقت الستارة وفرشت السجادة. بصوا خليت الصالة، انا عايزة اقول لكم بجد، وريحة الدوني لما بتحطيه في الارض كده من غير ما تحطوش في المية، حطيه في الارض وامسحي كده عليه كده على طول، بيخلي ريحة الشقة بجد تحفة تحفة. بتاخد فترة ريحة الدوني فيها حلوة قوي عن لما تبقى في المية. يعني عايزة اقولك المية انا حاطة فيها كلور وديتول الوان، ورجعت حطيت الدوني عشان الريحة تثبت. لا الديتول ما كانش برضو هقولك حلو قوي، وديتول ليمون وريحته طالعة، بس لا مش زي ما بتحط الدوني على الارض كده وتلمعي. بص بقى كنت خلاص هنا بقى خلصت، وبدأت بقى كده ايه
ارص كده بقى في المخدات والدنيا. بص بقت معايا اللهم بارك، انا فرحانه جدا بيها يعني. بصراحه كنت فاكره ان هي كانت رايقه والدنيا تمام، لا خالص، الدنيا كانت تراب، وكانت الحمد لله كان بصوا حدث ولا حرج. فالحمد لله، وربنا يعيننا جميعا يا رب على كل امور بيتنا. بس بقى بعد كده خلصت بقى هنا، وهسكت على كده لا، يعني هكمل بقى معاكم الفيديو. الحمد لله دخلت على المطبخ. بس بصوا انا الاول بس عايزه افرجكم على الصاله كانت فين وبقت فين. والحمد لله الستاره دي برضو حسيت شكلها هادي ورقيق كده، فحطيتها. انا عندي اصلا يعني اللي هي الستاره اللي انا كنت متجوزه بيها كانت زيتي اصلا غامق، كانت بلتكانه اصلا خشب، ودي كانت من تحت. بس عايزه اقول لكم لا، كانت الستاره اللي هي التانية البلتكانه دي كانت تهمه، كانت تقيله جدا 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 بطريقه غريبه. فلا اتخلصت منها وعملتها بصراحه مواسير عشان تظبط كده معايا وتبقى حلوه. وطبعا كده هي اخف بكتير جدا من الاول. يعني لا، كانت الاول فظيعه كده وتقيله، وعشان اغسل بقى، وانا ساعات كنت انزل الخشب واغسله طبعا عشان التراب. وبعد كده بقى دخلت على المواعين. بصوا كانت كميه مواعين بقى، ما كان في بقى منبار، وبصوا موال يعني. بس لا، المنبار وانا بنضفه عايزه اقول لكم معرفش اتحرك بعيد عن الحوض، يعني لازم ابقى في الحوض، وبعد ما اخلص كده اغسله حلو بالصابون وارجع اغسله تاني بحبه اوكسي كده. يعني ايه، بديله غسله محترمه جدا عشان يبقى ايه تمام كده معايا ونضيف وزي الفل. وبعد كده بقى ايه، طبعا بقى هنا انا كنت سلقت من اللي هو الممبار، وخلاص بقى كده كنا وتمام والحمد لله. بس هنا بقى كنت الحلة الكبيرة اللي على جنب دي اللي هي على البوتاجاز كنت بسلق فيها برضو بقية الممبار، يعني وانا بصبن كده كنت عمالة بسلق فيها. فالحمد لله، ربنا يا رب يملى بيوتنا كلنا خير يا رب، وفضل ونعمة يا رب، الحمد لله. وربنا يا رب كده يدينا من واسع نعمه وفضله، ومن راحة وستر وراحة بال يا رب، اللهم امين يا رب. ويديم علينا الصحة جميعا. انا مش عارفة، بحس ان الصورة مش عارفة بتعلق كده قدامي، معرفش ما كانتش كده وانا بمنتجها، معرفش هي واضحة معاكم ولا ايه. فالحمد لله يعني. فبصوا بقى هنا انا كنت وانا بصبن كده، بعد ما صبنت شويه المواعين اللي في الحوض، كان عندي طبعا شويه مواعين على جنب كده مركونين، وانا بشطف في دول حطيتهم تحت يعني تحت ايدي كده، بحيث ان الميه تيجي عليهم كده ويبوشوا. اشطف دول يكونوا التانيين باشوا، واشتغل كده فيهم على طول بحيث ان اسهل على نفسي. وزي ما قلت لك كده، الحقي كده تشجعي وخلصي كده اللي وراكي كده حاجه في حاجه، عشان ما يجيش يبقى داخل عليكي رمضان وانت مضغوطه ومش لاحقه، وتحسي ان رمضان داخل عليكي كده، لا، الضغطه وحشه يعني، فاهمين قصدي. فحاولي كده ترتبي امورك، مثلا وانت في السوق هاتيلك حتى، يعني هقولك مش حتى ترويق بس، يعني وانت في السوق لقيتي نفسك عندك مقدره مثلا تجيبيلك حتى لو كيلو قوطه، 2 كيلو قوطه، 2 كيلو بصل، بسلة، خضرة، اي حاجة يعني، كرنباية. هاتي وشيلي في الفريزر على قد امكانياتك. امشي وبالراحة على مهلك. يعني برضو ما انا بقولك لسه قدامك شهر تظبطي فيه حياتك وتظبطي فيه دنيتك، بحيث ان انت تبقي مالية بيتك خير و... وسترة بيتك بمعنى اصح، عشان كلنا عارفين رمضان والعزايم، وربنا يا رب ما يقطع لنا عادة جميعا يا رب. فحاولي كده على قد ما تقدري كده تظبطي دنيتك وظبطي كده حياتك، بحيث انك تبقي ان شاء الله مالية بيتك خير، وفي نفس الوقت برضو انت مرتاحة. يعني التفريزات بتريح جدا، هتريحك مثلا في انك انت عندك عزومة، هتطلعي البصل عندك جاهز، الكرنب عندك جاهز، القوطة عندك جاهزة، الخضرة عندك جاهزة، البسلة، ايا كان الخضار اللي مفرزاه. يعني مش بقولك لحوم بس، صدقيني الحاجات دي انت هتقولي ما انا بجيب البصلة واقطعها واعملها، لا والله بتاخد منك وقت. اسمعي كلامي والحقي نفسك وظبطي كده حياتك كده، بحيث انك ان شاء الله كده تبقي ايه ناصحة ومدبرة ومظبطة حياتك ومالية بيتك خير كده. ما انا بقولك مش لازم تجيبي قفص قوطة يعني وانت راجعة، يعني زي ما قلتلك كده، هاتي حتى لو كيلو 2 كيلو كده وانت بتعملي في الاكل، صلصيهم معاكي.
وانت مثلا جايبة مثلا بصل، زودي مثلا شوية وفرميهم وحطيهم كده في الفريزر. الحاجات دي بتنفع جدا وبتملى بيوتنا خير. فربنا يا رب يملى بيوتنا جميعا يا رب كده من خير، ويا رب كده يسترها معانا كده ويديمها مع علينا نعمه من ستر وصحة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. وبصوا بقى، كنت خلصت كمان بقى المطبخ والبوتاجاز. انا عايزه اقول لكم الميه قطعت بعد منها. انا كنت فرحانه يعني الاكل الحمد لله موجود والمواعين متصبنه ومسحه الصاله، فالحمد لله اتسطرت معايا. فربنا يسترها معانا جميعا يا رب. وهنا بقى كنت خلاص خلصت كل حاجه الحمد لله ورايا. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك ودعوه حلوه كده من قلبكم. واشوفكم ان شاء الله على خير يا رب في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله.